صباح الخير عليكم أو مساء الخير، يا رب دايما في كل الأوقات تكونوا بخير. احنا في أيام مباركة. خلاص شهر ذي الحجة هيبتدي بكرة. يا رب يعودوا عليكم بخير ويبقى عيد أضحى مبارك عليكم. أنا كنت عملت قبل كده معاكم الفتة، بس النهاردة غيرت وصفة اللحمة بتاعتي وعملت اللحمة في الفرن في الطاجن. ممكن نعملها في ورقة لحمة، ممكن نعملها في البايركس في طاجن، يعني ليها أشكال كتير، بس مهم إنها وصفة سهلة وبسيطة. وكل سنة وحضراتكم طيبين، وحابين ننوع في وصفات اللحمة. يلا نشوف وصفة النهاردة هنعملها ازاي مع بعض. أنا معايا هنا القطعة اللي حضرتك بتفضليها في اللحمة اعمليها، الوصفة دي تليق مع كل قطعة في الذبيحة يعني عموما. معايا توم كام فص كده، ومعايا فلفل اسود وسبع بهارات وحبهان ولورا، ده بس اللي انا محتاجاه، مش محتاجة حاجة تانية. يبقى فلفل اسود، سبع بهارات، ورق لوري، وحبهان مطحون. وزي ما احنا كده شايفين قدامنا، انا هدي اللحمة بتاعتي صدمة. الوصفة سهلة قوي قوي. طبعا احنا الفتة دي سنة وضروري ناكلها، لكن لو انتي بقى عايزة تغيري ممكن تعملي الفتة وتعملي اللحمة بتاعتك بالطريقة دي. يعني هتعملي الرز والصلصة والعيش بنفس الطريقة اللي احنا عارفينها، او زي وصفتي اللي كنت عملتها معاكم قبل كده، واللحمة تتعمل بالطريقة دي. برضو هتبقى طعمها هايل قوي وهتديني نتيجة حلوة. ويا رب كل الوصفات اللي بقدمها لكم تكونوا بتستفيدوا منها، ولو بتستفيدوا منها ياريت تقولولي. انا هنا لسه برضو اللحمة بتاعتي معايا على النار، لازم اديها من كل جنب تشويحة كويسة. ومش هنزل في البداية خالص بالبهارات بتاعتي، مش البهارات دلوقتي خالص. لازم اللحمة تاخد كفايتها في الزبدة او زيت اللي انا بفضله، زيت نباتي، زيت ذرة، يعني المادة الدهنية اللي موجودة عندك او اللي بتفضليها استخدميها. هنا بعد ما اديت لها وقت كده كويس، ولو طولت الوقت عن كده برضه هيكون مستحب، هنزل بالثوم. اول حاجة هنزل بالثوم، وبرضه هبتدي اقلبها كده من كل اتجاه شوية. لا اله الا الله الحليم الكريم، لا اله الا الله العلي العظيم، لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. على قد ما نقدر الايام دي يا ريت يا ريت قوي قوي نهتم بالذكر ونهتم بالقرآن. التسعة ايام دول يا جماعة فيهم فضل من ربنا عظيم. ما ننساش، آه ما ننساش نعمل كده، ده هيفيدنا قوي في حياتنا. انا نزلت بقى بالبهارات دلوقتي، كانت اللحمة خدت مني صدمة، وكانت وصلت للوقت اللي لازم انزل فيه بالبهارات. ليه انا نزلت بيها متأخر كده؟ لان البهارات لما بتنزلي بيها في البداية بتتلسع منك، وده مش مستحب. لكن في الوقت ده ريحتها هتطلع، واللحمة هتكون وصلت لوقت معين هتستفيد منها، والريحة بتاعتها هتطلع. هسيب اللحمة بقى وقت مش كتير، يعني بعد ما ضفت البهارات كفاية قوي قوي دقيقة واحدة. هنا معايا شرايح بصل، لو انتي عايزة تقطعي البصل كارو مفيش مشكلة. انا في الوصفة دي فضلت ان انا اعملها شرايح زي ما انا موريها لكم كده. الكمية زي ما تحبي، لو عايزة تضيفي على مثلا كيلو اللحمة نص كيلو بصل او اكتر، دي حاجة ترجعلك. اللحمة بتاعتي اتبلت، بس مش هينفع انزل البصل كده، لازم اضيف على البصل ملح وفلفل اسود. عايزة اضيف سبع بهارات مفيش مشكلة، لكن الاساسي ان انا لازم اضيف ملح وفلفل اسود. وهدعك البصل كويس قوي، ضروري ضروري تدعكي البصل مع الفلفل الاسود والملح زي ما انا كده عملت. لكن لو سبتيه كده لا، ما ينفعش، لازم تدعكيه كويس، علشان البصل ده هيديكي طعم هايل قوي. لو جربتي الوصفة دي هتعرفي البصل قد ايه طعمه حلو. احنا فكرتنا دايما ان البصل بيبقى حراق، وهو فعلا بيبقى فيه بصل حراق نوعية معينة، لكن البصل بيدي تسكيرة وبيدي طعم مسكر للحمة، وهو نفسه بيبقى طعمه هايل قوي. كده انا هبتدي بقى اجهز الطاجن بتاعي. انا ضفته دلوقتي في البايركس. لو انتي مش عايزة تعملي كده،
كان زمان الناس بتعمله في ورق الشكاير، او في دلوقتي في ورق الزبدة وورق الفويل، يعني بتبقى زي ورقة اللحمة. لو عايزة تعملي كده ضيفي البصل واللحمة فيه وهيستوي برضو. لكن لو عايزة في الطاجن، في البايركس، في صينية، اللي موجود عندك، المهم ان الوصفة تتعمل بنفس الطريقة وهتديكي نفس النتيجة. كده بعد ما البصل خد الطبقة الأولى كده، هبتدي اللحمة اللي أنا اديت لها صدمة أرصها على البصل. البصل بيحميها، وتاني حاجة بيدينا طعم حلو قوي قوي قوي. وعشان كده بقولكوا دي هتليق مع رز أبيض، أو لو انتي عايزة تاكلي معاها فتة، يعني زي ما انتي تفضلي. لو عايزة تعملي معاها رز أبيض هتنفع، لو حابة انك تعملي معاها بطاطس بيوريه هتنفع لأيام عادية يعني مش للعيد. لو حابة تعملي معاها مكرونة، اللي انتي بتفضليه. الوصفة دي مش هتاخد وقت، خصوصا لو كانت اللحمة بتاعتك صغيرة. انا بعد ما هبتدي ارص اللحمة كده واجهزها، هنشوف دلوقتي انا هضيف ايه. على قد ما هي سهلة على قد ما هي جميلة جدا. اللي فضل معايا بقى في الطاسة الصوص ده، انا هنزل بيه برضو على اللحمة. كل حاجة في الطاسة هنزل بيها على اللحمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دلوقتي بقى انا هضيف للحمة دي شرايح طماطم، وكمان فلفل الوان. لو عايزة تستغني عن شرايح الطماطم مفيش مشكلة، بس والله بتديها طعم هايل، وكمان طعم الطماطم دي بيبقى حلو قوي مع البصل واللحم. كل الحاجات دي ترجعلك. ولو عايزة تضيفي خضار، كوسة، جزر، بطاطس، يعني كل ما جددتي في الوصفة، كل ما طورتي فيها، اديتك طعم غير اي طعم تاني. يعني هي كده طعم، وبالخضار طعم تاني. بتدي للخضار طعم هايل لو انتي عايزاها بالخضار. هنا انا هضيف برضو فلفل الوان، ولو عايزة تستغني عنه مفيش اي مشكلة. بهاراتها سهلة، وكمان هي وصفة سهلة قوي، مش هتاخد منك اي حاجة. الوصفة دي هتاخد بالظبط ساعة، ساعة وربع في الفرن، مش اكتر من كده. انا هضيفها في الرف اللي فوق الارضي على طول، مش الاوسط اللي تحت شوية. هنا انا معايا دي كوباية ونص مية. انا جبتها ليه في نفس الطاسة دي؟ علشان عايزاها تاخد طعم البهارات اللي كانت فيها. انا نزلت كل حاجة فيها كده، ومش هضيف اي حاجة تانية. كوباية ونص مية، قلقانة خليهم كوبايتين، لكن مش اكتر من كده. وانتي طبعا ادرى بنوع اللحمة بتاعتك. كل ما كانت اللحمة صغيرة مش هتاخد وقت خالص، وهتستوي. وهنشوف بعد كده شكلها وياريت كنتوا تدوقوا طعمها. هي حقيقي يعني وصفة لذيذة جدا وما بتاخدش وقت. انا عايزة اكتم بقى البخار فيها على قد ما اقدر علشان تستوي بسرعة. فهنا انا هقفل الاول بورق الزبدة، وبعد كده هقفل بورق الفويل. ضروري نكتم البخار قوي علشان تستوي بسرعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وكل سنة وانتوا طيبين. ولو انتوا بتصوموا صيام مقبول منكم، وربنا يعينكم ويقدركم يا رب. كده انا اهو قفلتها كويس على قد ما اقدر. عايزة تضيفي تاني ورق تاني وتقفليها اكتر مفيش مشكلة. انا كده خلاص حسيت انها اتقفلت كويس. والفرن بتاعي كمان سخن، ضروري الفرن يكون سخن. هدخلها كده الفرن على درجة حرارة 200. بعد ما يفوت نص ساعة ههدي النار وهخليها 180 بس. وده كان شكلها، وقدمت معاها محشي. يعني غيرت خالص، ولا كانت فتة ولا رز. كان قدمت معاها ورق عنب وبتنجان وفلفل. اللحمة زي ما احنا شايفين كده دايبة. يا رب الوصفة تعجبكم.